السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم غادي نشارك معكم حلوى اللوز اولا غريبيه اللوز المعلكه. غادي تعجبكم ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير. عندي في المقادير كيلو ونص اللوز و10 د البيضات، 2 معالق كبار كونفيسير د المشماش، 2 فانيات، 4 د الخمارات وشويه د الملح. اللوز هنا كنت طحنته من قبل، ما يكونش مطحون بزاف وما يكونش مهرشل. نخلط مع ديك المليحه والفانيات والخمارات والكونفيتير، غنخلطهم مع اللوز ومن بعد غادي نبقى نجمعهم بالبيض. هنا انا ما درتش فيه السكر من داخل حيت على حسب الحلاوه باش ما تجيش حلوه بزاف. هي اصلا غادي تفند في السكر كلاصي، عليها ما درتش انا السكر لداخل. واكيد ما تفوتنيش الفرصه باش نشكر مجموعتي، مجموعه الصدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس ولاكساسيون فلوق. شكرا لك اخي اتوميكس على دعمك الصادق، وشكرا للمشرفات، وشكرا لكل عضوة في المجموعة الأتوميكسية. مرحبا باللي بغى ينضم للمجموعة الأتوميكسية. مرحبا بكم في أقوى دعم بدون مقابل مادي. تثبيتات 1000 مشترك، تحقيق 4000 ساعة، وأيضا تحقيق $10، وصول كود أدسانس في ظرف وجيز، مشاهدات حقيقية من فرنسا مع العملاق أتوميكس ولاكساسيون فلوق. مشكور أخي أتوميكس على دعمك الصادق والمتواصل مع كل عضوة أتوميكسية، وجزاك الله خير الجزاء أخي أتوميكس. اللهم بارك لأصدقائي وافتح عليهم أبواب الخير والرزق والتيسير، واجعل أيامهم كلها فرح ونجاح. اللهم احفظهم من كل سوء وحقق لهم كل ما يتمنوه يا رب. اجعل هذه المجموعة عامرة بالمحبة والبركة والتعاون. من بعد ما خلطت هذوك المكونات مع اللوز غادي نستمر في جمع داك الخليط بالبيض. درت 4 في الاول وزدت 3 وليت عاود زدت 3 غير المقطع تحدف ليا. نستمر في التخلاط حتى يتجمع ليا الخليط، ومن بعد غادي نخليه يرتاح واحد شويه. هنا كنت خليتها بقيله شي ساعه حتى ارتاحت. اصلا كنت مشغوله في هذيك اللحظه، خليتها ارتاحت واحد الساعه ومن بعد عاد بديت نشكل على شكل كويرات. صافي هنايا كملتهم. غادي ندوز باش ندير لهم السكر ثقيل، وضروري السكر ثقيل يكون من نوع المزيان، نوعيه تكون مزيانه. الا ما كانش من النوعيه المزيانه راه داك السكر كيكون كيدوب في سميتو في الحلوى فاش كتدخليها الفران.
نستمر في التفنيد ديال السكر كلاصي ونضغط عليها بهديك اللوز. اللي بغى يستعمل لوز اولا الكركاع اولا الكاوكاو وحتى سميتو حتى بلا هادشي كتجي مزيانه. الفران اللي كيكون ضروري مسخن من قبل، ندخل الغريبيه نخليها حتى تشقق 5 دقائق، تشقق من الوجه ديالها ونطلعها الفوق. هي الماكسيموم ديالها طيب في 10 دقائق حتى 12 دقيقه. وفاش ندخلو الحلوى د اللوز نقصوا العافيه اللي تكون مهيله. وهذه هي النتيجه ديال الحلوى د اللوز. صراحه كتجي زوينه وانا كتعجبني، انا من محبين الحلوى د اللوز. وكنقول لكم شكرا لكل واحد غادي يشاهد الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.